السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول حاجة كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. ولو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. النهاردة هعمل معاكم تاجون السمك القمر ده. اول حاجة كده معايا سمكتين كبار من سمك المكاريل او سمك المكرونة، في ناس بتسميه كده وفي ناس بتسميه كده. اول حاجة كده معايا فلفل رومي وفلفل حامي وتوم مفرومين في الكبة مع شوية كمون وشوية ملح. بدأت احشي بيهم السمك زي ما انتم شايفين كده. وبعد ما حشيت السمك هبدأ اتبل السمك بملح وفلفل وكمون وتوم بودر وبابريكا. حطيت كده حبة ملح وتوم بودر وبابريكا، وكمان هحط حبة فلفل اسمر او فلفل اسود بقى على حسب ما كل واحد بيقول، وحبة كمون. وهبدأ اغلف السمك بالتوابل كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وكده غلفت السمك بالتوابل. هبدأ بقى اجيب صينية احطها على النار، واول ما الصينية تسخن هحط فيها معلقتين زيت كبار وهبدأ اكمل معاكم الوصفة. بس بجد بجد طاجن السمك ده حاجة جديدة ومختلفة وكلكم هتحبوها بجد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتقولوا رأيكم في التعليقات. حطيت كده معلقتين زيت كبار وحطيت في الصينية على الزيت كده بعد ما سخن معلقة كبيرة من الفلفل والثوم اللي انا كنت بحطه في السمك، وابدأ اشوحهم لحد ما اشم ريحة الثوم، وهحط عليه بصل حلقات. بدأت احط البصل كده زي ما انتم شايفين. هبدأ اتبله شوية كده واخليه يدبل، واول ما البصل يدبل هنزل عليه بجزرايه صغيرة مبشورة. زي ما انتم شايفين كده. احط بقى الجزرايه وابدأ اقلبها شوية، واحط بقى بطاطس متقطعة حلقات بسمك رفيع، ولا رفيع قوي ولا تخين، عشان السمك المكاريلي ما بياخدش سوا، فالبطاطس تكون استوت مع السمك. بدأت كده اركن البطاطس، يعني اجيبها على جنب في الصينية عشان احط السمك. حطيت اول سمكية كده، ابدأ برضو اجيب البطاطس على الجنب التاني واحط السمكة التانية، واحط البطاطس فوق السمك واسيبها بقى تستوي. معايا بقى طماطم متقطعة دواير، ابدأ احطها فوق السمك. الطماطم برضو بتدي لطاجن السمك والبطاطس طعم تحفة كده وصوص جميل. بدأت احط الطماطم زي ما انتم شايفين كده فوق السمك وفوق البطاطس. بدأت بقى اتبل البطاطس. حطيت ملح وحطيت توم باودر وحطيت فلفل اسمر واحط بابريكا كمان وكمون مطحون، وابدا بقى اقلب كده البطاطس. اول ما السمكية كده اتشوحت من تحت بدأت احطها على الوش التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطلعت بقى السمك فوق البطاطس لان السمك زي ما قلت لكم ما بياخدش سوا. بدأت احط كده ليمون متقطع شرايح فوق السمك، بيدي طعم تحفة جدا للسمك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معايا بقى نص كوباية من المية كده هحطها على السمك والبطاطس، واول ما يبداوا يغلوا كده زي ما انتوا شايفين ياخدوا بس غلوتين كده هبدأ اغطيهم. هعمل معاكم برضو رز صيادية على السريع كده، انا عملته معاكم قبل كده على القناة. اول حاجة بحمر البصل لحد ما يوصل للون البني ده، واحط عليه جزرايه مبشورة. احلى رز صيادية تاكلوه بالطريقة دي بجد. واحط عليه طماطمايه مبشورة كمان او متقطعة مكعبات، طماطمايه صغيرة كده. ببدأ بقى اطلعهم في مصفى اول ما يتشوحوا كده.
واصفيهم من الزيت كويس جدا. صفيتهم كده من الزيت. معايا بقى رز مغسول، رز مصري عادي، غسلاه ومصفياه من الميه. هبدا احمره كده في الزيت اللي انا كنت حاطه فيه. حطيت كمان ملح وهبدا بقى اطش الرز. بس قبل ما اطش الرز بحط البصل واقلبه معاه تقلبتين. زي ما انتم شايفين كده. ابدا بقى اطش الرز بميه سخنه من الكتل. هيطلع مفلفل وجميل جدا، ودي احلى طريقه بجد بحبها للرز الصياديه. هبدا اغطيه وهدي عليه النار. وده كده شكل الطاجن بعد ما استوى والبطاطس استوت. هبدا بقى، شايفين مستويه ازاي وبتتقطع بكل سهوله ولونها تحفه حقيقي. والسمك كمان استوى، ان السمك ما بياخدش وقت نهائي. هدخلها الفرن تاخد وش من فوق وارجع لكم تاني. وبكده ده شكل السمك بعد ما اخد لون جميل وتحمص من على الوش. يا رب بجد يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تحطوا لايك. باي.